سنة 1970 اتعرض فيلم الأرض لأول مرة جماهيرياً، وده مش بس بيعتبر واحد من أعظم أفلام يوسف شاهين، ده واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية كلها. إياك يكون كل شيء على ما يرام. أهي ماشية لحد القطن ما يطلع. طب وبعد ما يطلع إزاي يا حاج؟ هي الأرض لا تشرب. ليه؟ هي نبت المي مش 10 أيام؟ يا حاج هم 10 أيام هيكفوا البلد دي كلها. فيلم بيتكلم عن الأرض كقيمة وعن الإنسان لما يتحط في مواجهة الظلم وما يبقاش قدامه غير الاختيار بين الخضوع أو المقاومة. القصة متاخدة عن رواية الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، واللي بتدور أحداثها في قرية مصرية في فترة الثلاثينيات، وقت ما كان الفلاح المصري بيتعرض لأبشع أشكال الاستغلال من البشوات الإقطاعيين. كل اللي ليه واللي مالوش طالع الجسر النهارده. حد فينا مالوش يا عبد الهادي؟ طب الدور روح انت يا عبد الهادي، روح انت قبل الشمس ما تعلى والدنيا تلهلب. انا طالع الجسر لحد الساقية اشوف ايه اللي موقف الميه. 5 أيام ما يكفوش، 5 أيام ما يكفوش. الأرض الزراعية مصدر الحياة مهددة، والمية بتتقطع ظلم عشان الباشا الإقطاعي يفرض سيطرته، والفلاحين يتحصروا بالجوع والخوف. وسط ده كله بنشوف شخصية أبو سويلم. الدور ده قدمه ببراعة استثنائية الفنان الكبير محمود المليجي في واحد من أعظم أدواره على الإطلاق، الفلاح البسيط اللي رافض يفرط في أرضه حتى لو التمن حياته. شخصية بتجسد معنى الصمود والعلاقة المقدسة بين الفلاح والأرض اللي اتولد عليها ورواها بعرقه ومجهوده، في أداء مليان هيبة وكرامة ووجع. الناس عايزة الأرض، والأرض عايزة المية، والمية عايزة واسطة، والواسطة عايزة سرايا، والسرايا عايزة طريق، والطريق عايز نهبة، والنهبة الفقير اللي هو احنا. بعد حكايتنا مع محمود بيه وابويا وابوه وجده وجدي. وزي ما كان معاه عزت العلايلي في دور عبد الهادي اللي بيمثل شباب القرية الجدع الشهم واللي بيفضل يقاوم ويسند ويدعم، كان في نموذج تاني اللي قدمه الفنان حمدي أحمد في دور محمد أفندي، الشاب اللي متعلم اللي بيحاول يوازن بين الوعي والغضب وبين الخنوع والثورة، واللي في الآخر بيضعف قدام مصلحته الشخصية حتى لو على حساب أرضه وبلده. ده غير طبعاً كوكبة كبيرة من الممثلين اللي كل واحد فيهم كان جزء حقيقي من نسيج القرية المصرية. يوسف شاهين في الأرض اعتمد أسلوب بصري شديد القوة، تصوير في الحقول، لقطات طويلة، كاميرا بتتحرك وسط الناس، تحس إنك عايش معاهم مش بتتفرج عليهم. وبقى مشهد النهاية لما أبو سويلم يتمسك بالأرض وهو بيتسحل فوق التراب، واحد من أيقونات السينما العربية، صورة محفورة في الوجدان بتلخص حكاية شعب كامل وبترسخ لأهمية الارتباط بالأرض باعتبارها جذر الفلاح المصري وهويته الاجتماعية. أما عن ظروف التصوير فالفيلم اتصور في ظروف إنتاج صعبة جداً وفي الأماكن الحقيقية وبمجهود بدني ونفسي كبير جداً من فريق العمل، وده انعكس على صدق كل مشهد. وفي وقت الكيان الصهيوني كان محتل أرض سيناء بعد هزيمة 67، فكان للفيلم أكبر الأثر على جنود الجيش المصري الباسل اللي جه معظمهم من القرى المصرية البسيطة، وحفزهم وشد أزرهم لتحقيق العبور العظيم والانتصار في معارك حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973. لما كانت حياتنا متعلقة بشعرة وبيننا وبين الموت خطوة واحدة ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. وما كانش غريب إنه يتم اختيار فيلم الأرض في المركز الثاني في قائمة أهم 100 فيلم سينمائي مصري، لأن الفيلم ده
جمع ما بين الفن والفكر والإنسان. فيلم سياسي من غير شعارات، ثوري من غير خطابة، وإنساني لآخر درجة. الأرض مش فيلم عن زمان، ده فيلم عن كل وقت بيتظلم فيه الإنسان ويفضل متمسك بحقه مهما كان التمن.